راديو القاهرة الكبرى FM 102.2. ما زلنا معكم مستمعين، وهذه الفترة مستمرة متواصلة وحتى 5. ومعنا ومعكم مستمعين خلال هذه الفترة الدكتورة وسام عزت محمد، استشاري نفسي وتربوي. دكتورة وسام، أهلا بحضرتك ومساء الخير. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء النور. اهلا بيك. كل سنه وحضراتكم طيبين وانتي بالصحه والسلام، مناسبه يعني ان شاء الله الاعياد القادمه كلها باذن الله، يعني ان شاء الله، والسنه الجديده كمان 2018 يعني باذن الله تبقى سنه سعيده علينا جميعا يا رب. امين يا رب العالمين. دكتوره وسام، طبعا الفتره القادمه باذن الله يعني هتبدا فتره الامتحانات، يعني سواء مرحله ابتدائي، اعدادي، ثانوي، مرحله الجامعه، كل هذه المراحل. عايزين ندي كده روشته يعني نفسيه ظريفه، تكون كمان خفيفه على الطلبه، وطريقه المذاكره السليمه البسيطه. بإذن الله. طبعا زي ما حضرتك بتقولي كده، احنا داخلين على موسم الامتحانات، وما أدراك ما الامتحانات في البيت المصري. الأسر المصرية بتعلن حالة الطوارئ القصوى استعدادا لليوم الموعود. بالظبط. بالظبط. بنلاقي أولياء الأمور رافعين لافتات لا صوت يعلو فوق صوت الامتحانات. ايوه. بنبتدي بقى المدرسين يزودوا الدروس الخصوصية، الأم بنلاقيها حولت البيت لأحد السكنات العسكرية. صح، مظبوط. بالظبط. كل حاجة بقى بمواعيد، مفيش تأخير، تلفزيون، خروج، تمرين النادي، كل هذه الأشياء. بالظبط. الترفيه طبعا بيبقى زي ما بتقولي كده حلم بعيد المنال. بالظبط كده. صح. أكيد طبعا علماء النفس والناس اللي بيدرسوا في التربية شايفين لفت نظرهم قوي الموضوع دوت، الكبت اللي احنا عاملينه على نفسنا، وان الحياة مش مذاكرة بس، لازم يكون في جزء من الترفيه علشان وقت الامتحانات الاطفال والطلبة ما يكرهوش الامتحان، ويبدأ يتسلل ليهم بقى الاحساس بالخوف والقلق، ويبتدي الطالب يحس ان اهله هم مش بيحبوه لشخصه، لا دول بيحبوا درجاته. يوم ما درجاته هتبقى كويسة اهله هيحبوه، يوم ما درجاته تقل لا هيفقد الحب ده. وبنلاقي فعلا المشاكل بتبتدي تبان بقى، نلاقي خلافات بين الزوجين في البيت، درجة العصبية بتعلى قوي. نلاقي الطالب نفسه ابتدى يتأثر، ممكن يكون هو مذاكر كويس جدا بس ما يعرفش يجاوب في الامتحان من كتر الخوف والقلق اللي اتنقل له من البيت. نلاقي ابتدت تبان عليه أعراض، مثلا ممكن صداع، مثلا ممكن آلام في المعدة. طيب احنا بقى عايزين نقول زي ما حضرتك بتقولي كده روشتة صغيرة انا المفروض اعمل ايه. اتفضلي. اول حاجه المفروض انا ما تكرهش الامتحان، ما تخافش منه، خليك واثق من نفسك. اول حاجه طبعا انا المفروض ان انا استعين بالله، وابقى حاسس قوي ان انا لا انا عندي قدرات كويسه. انا ما اسيبش نفسي ان انا يتشتت انتباهي، اعرف ان انا قادر ان انا اجيب درجات كويسه. طيب الثقة في النفس دي المفروض ان هي بتيجي منين؟ المفروض ان هي بتيجي ان المذاكرة مش هتبقى وقت الامتحان بس. طبعا غلط جدا ان انا ابقى مأجل ليلة الامتحان هي اللي انا هراجع فيها كل حاجة. المفروض قبلها مثلا باسبوع او اسبوعين كمان ابتدي بقى اعمل ملخص كده بسيط للمادة بتاعتي. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ هعمله بتاني حاجة عايزين نقولها، ان انا لازم اجهز جدول كويس للمذاكرة. الجدول اللي انا هعمله دوت قبل المذاكرة المفروض يبقى فيه كل المواد. الجدول دوت مش هيساوي كل المواد ببعضها، المواد الصعبة عليا المفروض ان انا اديها وقت اطول، والمواد السهلة المفروض ان انا اديها وقت اقل. والمفروض كمان ان انا منساش وقت للترفيه بين المواد حتى في وقت الامتحانات. واكيد برضو لازم احط فترة كافية بين كل مادة والتانية في وقت المذاكرة. طيب رقم 3 المفروض اعمل ايه؟ المفروض اهيئ المكان المناسب للمذاكرة. اعتقد ان الموضوع دوت مش محتاج ان احنا نتكلم فيه كتير. لا لان الام يعني مهيئه المكان يعني دي مهيئه كل حاجه في البيت. تمام. بس كمان هي المفروض تقلل بقى الضغوط شويه، يعني انا هذاكر، هي مش لازم تقعد جنبي، مش لازم يبقى في صوت عالي مثلا لا ذاكر لا انت كده هتسقط. لا المفروض تبقى مخليه له في جو هادي، في اضاءه مناسبه.
طيب ايه اللي المفروض اعمله كمان؟ المفروض ان انا لما اجي اقعد اذاكر اجلس بطريقه جيده. اللي هو ازاي برضو؟ ما ينفعش اذاكر مثلا وانا نايم على السرير، ما ينفعش اذاكر مثلا وانا ممدد على الكنبه، ما ينفعش. المفروض وانا جايه اذاكر ابقى قاعده كويسه، ظهري مفرود، رجليا قريبه من الارض، بس مش لازم تبقى لامسه الارض قوي علشان ما يبتديش بقى الاحساس بالنوم يتسلل ليا. ايه كمان المفروض ان انا اعمله؟ وقت مذاكره قبل الامتحانات المفروض على قد ما اقدر ابتدي احط ملاحظات، احط كده نقط سريعه افتكرها في دماغي دايما ساعه الامتحان. طيب ممكن اعمل ايه كمان؟ لازم انام كويس قوي، ولازم اكل الاكل بتاعي بشكل صح. اللي هو مثلا يعني انام كويس قوي، ساعات النوم ما تقلش عن 6 ساعات وما تزيدش عن 8 ساعات. تمام. طيب خاصة طبعا في اليوم اللي قبل الامتحان. اكل كويس قوي. اللي هو ازاي؟ في ناس كتير اتكلمت عن الموضوع دوت ويقولوا لا انت المفروض تاكل كذا، لا ما تاكلش كذا. هو مش شرط قوي طبعا عشان الاوميجا 3 طبعا، والاشياء اللي هي بتنشط الذاكره، التركيز، الانتباه، النشاط. يعني اكيد الخضروات والفواكه مثلا، العصاير، اشرب ميه كويس. في اليوم بتاع الامتحان اعمل حسابي ان انا مثلا اشرب كوبايه ميه قبل ما انزل. ممكن ادي ابني مثلا وهو نازل وقت الامتحان اي حاجه حلوه فيها سكريات، بحيث ان هي ترفع النشاط بتاعه وكمان تنسيه القلق اللي هو بيبقى فيه. ممكن كمان اعمل ايه؟ وقت ما اجي احل الامتحان المفروض احاول ان انا اعرض الاجابه بتاعتي بطريقه كويسه. دايما خليني حاطط في بالي ان الاحساس اللي بيتاخد الاول من المصحح هيفضل معايا لغايه الاخر. يبقى انا اول حاجه ابتدي اجاوب عليها الحاجه اللي انا عارفها كويس قوي واقدر اعرضها بشكل كويس، شكل نقط زي ما قلنا، نقط مترتبه، واحاول اكتب بخط كويس منظم. والاسئله اللي انا مش هبقى عارفها مثلا كويس دي خليها للاخر. علشان ما تاخدش مني طبعا وقت كتير. بالظبط. طب اتفضلي. دكتوره وسام، حضرتك دلوقتي ذكرتي ان احنا هنعمل جدول. تمام. مواد معينه ولا حسب بقى مثلا؟ يعني ممكن نقول دلوقتي الطلبه كلهم بشكل يعني عام وبشكل خاص كمان خدوا جدول امتحانات. تمام. فنبدا بقى من دلوقتي، نبدا بقى بالماده الاولى ولا نبدا ازاي الجدول ده؟ بصي حضرتك زي ما احنا قلنا كده، احنا هنحاول ندي وقت اكتر للماده اللي هي صعبه عليا. تمام. هديها وقت اكتر علشان اقدر احصلها بشكل كويس. وفي نفس الوقت مش هعمل بقيه المواد، لا بقيه المواد هتكون موجوده. بس الماده اللي انا مش شاطر فيها هديها وقت اطول شويه. وعلى قد ما اقدر طبعا ابتدي اذاكر بدري علشان الوقت دوت بيكون وقت فيه هدوء. دلوقتي كل واحد معاه الجدول بتاع الامتحانات بتاعته. تمام. انتي ممكن طبعا تقسميها الماده اللي هي اول ماده هبتدي، لو مثلا فاضل اسبوعين ببتدي بالماده اللي في الاول. الماده اللي في الاول مثلا ببتدي الماده اللي بعديها وببقى سايبه 2-3 الاول ماده في الاخر. طب دكتوره وسام، حضرتك تنصحي طبعا بيكون يعني بقى مع المذاكره في الدروس وفي المراجعات. تمام. بتنصحي بهذه الاشياء يعني؟ والله انا دايما ما بنصحش ان الدروس تبقى زياده عن طاقه الطالب، لان انا لما برجع من الدرس تعبان ما بقدرش اراجع على اللي انا خدته في الدرس. ده في درس وفي مراجعه كمان قبل ليله الامتحان يعني. ده يعني اي مرحله عمريه كمان. بالظبط. واي مرحله دراسيه دلوقتي من ابتدائي اولى وثانيه ابتدائي بنلاقيهم عندهم مراجعه ليله الامتحان. طيب امال ابني لما يوصل ثانويه عامه هعمل ايه؟ لا الموضوع مش مستحمل كل دوت، مش محتاج كل ده. المفروض ان احنا بنذاكر طول السنه، والمفروض ان انا زي ما بقول لحضرتك في الوقت دوت انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اهيئه ان هو يدخل الامتحان، لان انا ابني ممكن يكون شاطر جدا ومذاكر كويس قوي ومن كتر الضغط ما يعرفش يجاوب في الامتحان. فانا لا اديله فتره كافيه ان هو يبقى مرتاح نفسيا ومش حاسس بضغط. كتر الضغط عليه دوت هيطلع عليا بنتيجه عكسيه. الام كمان يعني برضو ممكن تكون بتبقى ضغطه بشكل ازيد في الامتحانات غير طبعا طول السنه يعني. بصي انا عايزه اقول ان دور الام في الوقت بتاع الامتحانات اول حاجه لازم يبقى في علاقه سويه بين الزوجين. اي خلاف بينهم هما الاثنين ياجلوه لبعد الامتحانات، يعتبروا الفتره دي فتره اجازه. احنا ساعات بنلاقي الاب والام، مثلا الام بتقول للولد لا ذاكر والاب لا صعبان عليه ابنه، يقول لها بالراحه عليه شويه.
فالاختلافات اللي بينهم ديت بتشتت الولد زياده. م. فده غلط. تاني حاجه عايزه اقول لكل ام، خلي في جزء من الترويح لابنك. طبعا يكون بشكل منظم يعني مش بدرجه كبيره، بس مثلا نديله فرصه ان هو يتفرج على التلفزيون شويه. مفيش مشكله لو هيدخل النت، لو هيبص على مجله ولا حاجه بيحبها. يعني وقته قليل لكن بيفرق قوي عند الطالب. بيخليه برضو في كده يعني حياته نوعا ما شويه فيها مرونه يعني. يعني ما يحسش ان هو لا ضغط. احنا فعلا زي ما احنا قلنا حياه بقى عسكريه، وانت داخل الامتحان لا تنجح لا تسقط، انت كده مستقبلك هيضيع. لا احنا عندنا مفهوم الامتحانات اصلا غلط. يعني المفروض ان انا مش درجه الامتحان هي اللي هتقيمني، لا انا اللي انا ذاكرته طول الوقت والمجهود اللي انا ببذله هو ده اللي المفروض الام تبص له. يعني ابني لا انا فعلا شايفاه تعب، فعلا شايفاه ذاكر، بغض النظر عن النتيجه اللي هتطلع في الاخر، هو عمل اللي عليه. اتفضلي نكمل. عايزه كمان اقول للام ان هي زي ما حضرتك قلتي ممكن تدي لابنها في الوقت دوت عصاير تنشط ذهنه مثلا. طبعا نبعد عن اي منبهات بقى، شاي، نسكافيه، قهوه. تمام. دكتوره اتفضلي. طب دكتوره وسام عزت، استشاري نفسي وتربوي، يعني طبعا اهميه الغذاء الصحي السليم مهم جدا. كمان هل كل مرحله ومرحله سواء عمريه او مرحله دراسيه لها طريقه مذاكره معينه؟ ابتدائي غير اعدادي غير ثانوي غير الجامعه، ولا نقول الخطه بشكل عام كلها واحده في جدول المذاكره؟ بصي، هو طبعا يعني المفروض ان انا من البدايه احاول ان انا اعود ابني ان هو يعتمد على نفسه. لان انا بشوف ان يعني الامهات بتعامل الاطفال الصغيرين زي كانهم في ثانويه عامه في الامتحانات، يعني بتضغط عليه زياده عن اللزوم. بالظبط. زي ما قلنا الضغط دوت بيحسس الابن ان اهلي ما بيحبونيش. يعني ماما مثلا انا لو ما نجحتش السنه دي او لو ما جبتش الدرجه اللي هي عاوزاها، لا هي كده انا هخسر حبها. يعني احنا ساعات بنلاقي مثلا الام تقول لابنها ايه، تبتدي تساله هو انت جبت اكتر ولا صاحبك الفلاني هو اللي جاب اكتر؟ فلو ابنها مثلا قال لها لا يا ماما ده انا اللي جبت اكتر، اللي هي قالت له شفتي حبيبي علشان كده انا بحبك. فتحسسه ان هي لا دي بتحبه علشان الدرجه، مش بتحبه عشان هو شخصيا. والناحيه الثانيه حتى لو هو قال لها ده صاحبي هو اللي جاب اكتر، ليه بقى بتزعل منه؟ ليه انا كنت عايزاك احسن منه؟ فتبتدي تحسس الولد ان هو لا هي درجتك هي اهم حاجه بالنسبه لي. ممكن نلاقي المقارنه دي كمان تحصل جوه البيت بينه وبين اخوه. يبتدي الولد حتى الشاطر يخاف ان هو يحصل له اللي بيحصل في الاقل منه. فيبتدي طول الوقت مشدود. يبقى في دائما في ضغط عليه يعني. بالظبط. انا عايزه اقول للام ان هي بلاش حاله الطوارئ اللي هي بتعملها ديت، خلي ابنها يحاول على قد ما يقدر ان هو يعتمد على نفسه. بلاش المقارنات، وتحاول تخلي فيه حتى لو روح تنافس مثلا. بلاش تفضل تلومه مثلا وتعاتبه طول الوقت. بس كده. ده تقريبا يعني في الامتحانات بنشوف الام بتنفصل عن الحياه كلها يعني. يعني خلاص هي انفصلت عن الحياه، خلاص هي المذاكره والبقيه الحياه دي تيجي ما نخلص امتحانات نرجع لحياتنا تاني بعد كده يعني. بالظبط. هو طبعا اكيد المفروض اقلل من الزيارات، المفروض اقلل من مروح النادي، المفروض اقلل من الكمبيوتر، بس ما يتلغيش، يبقى موجود. موجود كده بشكل كده ايه يعني رفاهيه كده في النص، يعني ياخد نفس، نقول ناخد نفس. ايوه زي ما بنقول كده، نديله حاجه حلوه في النص عشان يتبسط بيها. ناخد نفس كده شويه يعني في النص. بالظبط. دكتوره وسام عزت، استشاري نفسي وتربوي، يعني ممكن برضو خلال فترة الامتحانات يعني شوية احنا خلاص هنبدأ بقى نذاكر الفترة القادمة بإذن الله، تمام؟ يوم الامتحانات بقى نفسها بقى ممكن برضو نتعامل ازاي؟ يوم الامتحان نفسه زي ما قلنا المفروض اصحي ابني مثلا في وقت مناسب قبل الامتحان بفتره كافيه. افطره، لازم يفطر قبل ما ينزل الامتحان. لازم قبل الامتحان مثلا بربع ساعه نص ساعه خلاص بقى مفيش مذاكره، ما افضلش مثلا ماسكاه في ايديا وماسكه الكتاب وعماله اقول له كذا كذا. ده قاعده فوق دماغه اسمها بقى. اسمها قاعده فوق دماغه. بالظبط. لا بلاش، يعني سيبيه يهدى علشان يدخل الامتحان وهو هادي. فيبقى منظم فكره جوه دماغه، قادر يجاوب. احنا ساعات من كتر ما احنا عمالين نحشي لا هو ما بيقدرش يجيب الاسم اصلا. ف
زي ما بقول لحضرتك كده، يشرب كوبايه ميه، اديله مثلا شوكولاتايه وهو داخل الامتحان، ممكن ياكلها علشان يتنشط، علشان يعني زي ما بنقول يشيل القلق اللي جواه بالحاجه الحلوه اللي انا مديها له. خليه يشرب ميه كتير. بلاش تذاكري له قبل ما ينزل الامتحان، احنا خلاص ذاكرنا. بس كده. وعايزه اقول حاجه مهمه برضه، بعد بقى ما يرجع من الامتحان بلاش مراجعه خالص، بلاش عملت ايه في الامتحان، بلاش يراجع مع اصحابه، بلاش يراجع مع ماما، لا كل ده ملوش لزوم خالص وبيأثر على الماده اللي هتيجي بعد كده. لان الام ممكن تنفعل تقول حاجه، فيعني بقت غلطه بسيطه بتلاقيها اتضايقت جدا بقى وكأن الدنيا اتهدت. فبالتالي ينعكس على باقي الامتحانات والمذاكره طبعا. اكيد طبعا. طيب دكتورة، حضرتك من أنصار الأمهات اللي هي تذاكر مع أولادها، ولا يعني من بعيد لبعيد تلاحظ؟ بصي، هو ده بقى زي ما انت بتقولي حسب المرحله العمريه. يعني في الولاد الصغيرين انا ممكن ابتدي اساعده، كل ما يبتدي يكبر كل ما انا ابتدي اشيل ايدي زي ما بيقولوا. هو اللي مسؤول عن نفسه. بس في نفس الوقت ما حسسوش بالاهمال. يعني يحس ان انا جنبه، حتى لو جنبه معنويا، جنبه ان انا بشجعه، جنبه ان انا مثلا مهيئه له زي ما قلنا الجو المناسب. لكن على قد ما اقدر اسيبه هو يعتمد على نفسه. بنأكد مرة تانية طبعا على الغذاء الصحي السليم أثناء الامتحانات، تكون يعني برضو المذاكرة ما فيهاش ضغط شديد، ولكن فيها نوعا ما كده نفس كده ظريف لطيف يعني. تمام. وعايزه اقول كمان ان في امهات ساعات بتبقى مخليه حتى الاكل لما يخلص مذاكره، يعني خلص الحته دي وبعدين ناكل، لا وقت الاكل بتاعي المفروض يبقى محدد، احنا بنتغدى في الساعه كذا وبنفطر الساعه كذا، عشان يبقى زي ما انت قلتي كده صحيا الجسم بيتاثر بالوقت اللي هو بياكل فيه، بيبقى مستعد ان هو هيجيله الاكل في الوقت ده. خاصه كمان طبعا في الامتحانات بيكون نوعا ما الدنيا مشدوده شويه، المعده مشدوده، في تلبك شويه، في قلق توتر كده يعني. طبعا طبعا. فعشان كده يا ريت يكون الاكل خفيف شويه. النوم طبعا مهم جدا برضو في سواء المذاكره او في الامتحانات يعني. خاصة يوم الامتحان لازم انام كويس، ما ينفعش التوتر يخليني ما انامش، لان انا ممكن اصحى الصبح بقى مش مركز، مش قادر اركز، سواء كبير او صغير طبعا. لان كمان كتير. الاطفال كمان بتقلق، مش كده يا دكتوره؟ الاطفال طبعا. القلق دوت بيتنقل لي من البيئه اللي حواليا. يعني انا لا يا ماما وبابا حواليا مشدودين وعمالين يقولوا لي لا انت كده هتسقط، انت كده مش هتحقق املي فيك، انت كده لو كبرت محدش هينفعك لو ما جبتش الدرجه اللي احنا عايزينها. كل دوت بينقل القلق كله للطفل. حتى القلق ممكن يتنقل له على فكره من اصحابه كمان، من زمايله اللي حواليه. لو في حد جاي مثلا من اصحابه قلقان ولا متوتر، وبرده ده بيبقى منقول له من البيت، ممكن ينقل له للزميل اللي جنبه. تمام. دكتوره وسام، هل نكون نسينا اي حاجه في الموضوع ده ولا تمام؟ انا متهيألي ان احنا كده تقريبا يعني قلنا او غطينا كل الجوانب، بس انا كنت بس عايزه اقول حاجه واحده. اتفضلي. في دايما بتبقى حاسه ان ابنها زي ما بيقولوا كده كتير الحركه، ففي وقت الامتحان بيبقى مجننها، هو ما بيقعدليش خالص، انا ما بعرفش اذاكر له اللي انا عايزاه. فانا عايزه اقول لها على قد ما تقدري حاولي تقوي العلاقه اللي بينك وبينه في الوقت دوت. اللي هو ازاي؟ اللي هو استخدمي لغه العيون اللي بتعبر له عن الحب والموده. القراءة تبقى قراءة جهرية علشان يبقى الصوت مسموع عنده، عشان نبقى مشغلين كل الحواس مع بعضها، بيشوف بعينيه وبيسمع. ما تخليش المكان فيه اي مشتتات خالص، ويا ريت المكتب اللي هو مثلا يكون بيذاكر عليه يكون وشه للحيط مثلا. ما تحطيش اي ماده غير الماده الثانيه اللي هو بيذاكرها، علشان ما يحسش بتشتت بالكبت كمان، وانه قدامه لسه بقى حاجات كتير. والوقت بتاع المذاكره بالنسبه للطفل اللي انت شايفه ان هو كتير الحركه، خليه على قد ما تقدري ما يزيدش عن ربع ساعه، يعني ربع ساعه وبعدين مثلا 5 دقايق وبعدين نرجع ربع ساعه تانية وهكذا. تمام. بشكرك. لكن لو انا في نقطه صغيره، لو الطفل بقى بطيء في التعلم، لازم ابتدي احسسه باهميه الوقت. ان انا مثلا اشتري مادي ده في اطفال مرحرحه على الاخر يا دكتوره. تقعد تاكل في ساعه وتعمل ايه في ساعتين وايه في 3 وايه في 5 وحاجات كده. تمام.
يعني يا ريت بقى الطفل دوت ابقى انا جايبه له زي النبي كده او ساعه قدامه، احنا هنعمل كذا من الساعه كذا للساعه كذا وكذا من الساعه كذا للساعه كذا. وابقى مجهزه له مثلا مكافئات مناسبه، ودايما يبقى لاقي ام قدوه بالنسبه له في تنظيم وقتها في مثلا في المطبخ او في اي حاجه بتعملها. وفي الاخر بقى ربنا ان شاء الله يخلي الفتره دي تعدي علينا على خير ويحقق امال كل الامهات والطلبه باذن الله يا رب، وتبقى سنه سعيده علينا ان شاء الله يا رب. بشكرك مرة تانية دكتورة وسام عزت، استشاري نفسي وتربوي. شكرا لحضرتك مرة تانية، وشرفتينا على موجات راديو القاهرة الكبرى، وتكوني دائما معانا بصفة مستمرة بإذن الله. بإذن الله، أنا اللي اتشرفت بيكم وميرسي جدا ليكم. كل سنة وحضرتك طيبة مرة تانية. شكرا. طيبة.